السلام عليكم يا شباب، السلام عليكم يا صبايا. العيد جه والحمد لله. في بلدنا زي ما انتم عارفين في مصر بنحب نعمل الترمس والحلبة المنبتة في العيد. هي طبعا الترمس ده صيدلية متنقلة يا جماعة، في شفاء من حاجات كتير قوي، اللي عنده دوخة اللي عنده دوار بيبقى مفيد. يعني المفروض يبقى صيدلية في البيت زي ما بيقولوا. الترمس طبعا انا غسلته كويس، فهنقعه في ميه كده، هملى عليها الميه زي ما انتم شايفين كده. شايفين الميه اهي يا جماعه، هملى عليها حله الميه بتاعتي. ارفع فوق ايدك يا ادم شويه. ادم بينور لي بالكشاف عشان الكهرباء مقطوعه. وزي ما انتم شايفين كده انا مليت عليها الميه، وهسيبه مش اقل من 5 ساعات منقوع كده. وبعد يا جماعه ما نقعت الترمس زياده عن 8 ساعات زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، ملى الحله اهو. حطيته في ميه وحطيته على النار دلوقتي، هنسلقه مع بعض ونشوف هنعمل معاه ايه. هنا يا حبايب بعد الترمس بتاعنا اهو ما خلص معانا، رشيت عليه الكمون زي ما انتم شايفين كده. الاصفر ده اللي على الترمس ده كمون يا جماعه، وليمون زي ما انتم شايفين كده. الكمون اهو بيترش كده، وليمون طبعا انا ملحته. هو طبعا في ميه دلوقتي، والملح اهو بنحط الملح بالطريقه دي وبنقلبه وبنحطه في التلاجة بتاعتنا، وبناخد منه على قد ما احنا عايزين. يا رب يا رب تكونوا استفدتم. الترمس سهل يتعمل يا جماعة. بحبكم في الله، تحياتي لكم جميعا في صدق الجعلي. سلام عليكم.